ينضم إلينا عبر الإنترنت من الولاية الشمالية عمار حمزة الصحفي. إذن عمار، بعد الترحيب بك طبعا ضعنا في صورة تطورات الأوضاع في ظل هذه التطورات الخطيرة وسيطرة الدعم السريع على منطقة العوينات وهي المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا، والاتهامات المتبادلة حتى اللحظة. نعم، بالفعل يعتبر هذا تطورا خطيرا على الأرض، وهنا على مستوى المعارك التي تدور في السودان بين الجيش والدعم السريع. هذا التطور الذي اعتبره ووصفه الناشطون ومراقبون هنا في الولاية الشمالية بأنه تطور خطير، جعل من قيادة القوات المسلحة وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الولاية الشمالية هنا في شمال السودان أن تتخذ إجراءات احترازية وأن تقوم بعدد من ما يسمى بعمليات الدفاع هنا في الولاية الشمالية والاستعدادات القصوى هنا في الولاية الشمالية على مستوى القوات المسلحة والقوات المقاتلة معها. هذا التطور الذي حدث اليوم بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع دخولها لمنطقة المثلث الحدودية بين ليبيا وجمهورية مصر والسودان يعتبر تطور خطير، خاصة وأن هذه المنطقة منطقة استراتيجية وهي تحوي مواقع حيوية ومواقع استراتيجية كما ذكر بيان قوات الدعم السريع، وكما هو معروف عن هذه المنطقة بأنها هي منطقة استراتيجية ومفترق طرق لعديد من التجارة بين دول شمال أفريقيا والسودان. أيضا هذه المنطقة تعتبر منطقة مهمة لمسألة العبور إلى جمهورية أو دولة ليبيا على الحدود الشمالية هنا بشمال السودان. هناك بعض التصريحات الصادرة من قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حميدتي قبل أيام يقول فيها بأنه سيهاجم عبر قواته الولاية الشمالية، حتى في بعض تصريحاته دعا المواطنين للتعامل مع قوات الدعم السريع عندما تدخل إلى الولاية الشمالية. كذلك أحد قادة قوات الدعم السريع الميدانيين قبل أيام سمعناه وتابعناه على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع يشير إلى أنهم سيهاجمون مدينة الدبة بالولاية الشمالية، كذلك مدينة الأبيض، في إشارة منه للدخول إلى الولاية الشمالية. لكن على مستوى الولاية الشمالية هي حتى الآن تشهد هدوءا نسبيا، خاصة بعد الاستعدادات الكبيرة التي أجرتها القوات المسلحة السودانية وتمشيطها لمنطقة الصحراء وغيرها من المناطق الحدودية التي يمكن أن تشكل خطرا من قبل قوات الدعم السريع. هذا الهجوم الذي اعتبره المواطنون على منطقة المثلث والسيطرة عليه من قبل قوات الدعم السريع اعتبره المواطنون هنا في الولاية الشمالية بأنه هجوم سافر وتدخل سافر في هنا على مستوى الولاية الشمالية. بالأمس كانت هنالك نعم، وضحت محلية الدبة. نعم عمار، وضحت الفكرة. شكرا جزيلا زميل عمار حمزة الصحفي، كنت معنا عبر الإنترنت من الولاية الشمالية، لك جزيل الشكر.